حكايات ماريت المرة دي قررت تتكلم عن مصر، تاريخ مصر، لأنه التاريخ يستحق. مصر تعتبر أطول تاريخ مستمر لدولة في العالم، أكتر من 7000 سنة قبل الميلاد، اللي تميزت بوجود نهر النيل اللي بيشق أرضها ومستمر لغاية دلوقتي، ويعتبر هو العامل المساعد عشان قامت عليه حضارة عريقة. مصر كمان بتتميز بالموقع الجغرافي اللي موجود بين قارتي آسيا وأفريقيا، وبتربط قارة أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط. كل ده عمل حضارة اسمها حضارة مصر، اللي تعتبر أقدم حضارات التاريخ الإنساني. عشان نتكلم بقى عن حضارة مصر وتاريخها لازم نبتدي من أول العصر الفرعوني. هنمشي بالترتيب عشان نعرف كل الناس قد ايه حضارة مصر خدت تجارب وصلتها للمرحلة اللي هي فيها دي. مصر في العصر الفرعوني فيها العصر الدولة القديمة اللي اتطورت فيه الحضارة المصرية وظهرت فيه مبادئ الحكومات، وده كان حوالي سنة 3200 قبل الميلاد، وده وقت ما قام الملك مينا بتوحيد المملكتين الشمالية والجنوبية. وبتنتقل مصر لعصر الدولة الوسطى، واللي حكمت فيه الأسرات اللي بعد الأسرة السبعة لغاية الأسرة العشرة، وبيقولوا عليه عصر الدولة الوسطى عشان خاطر ابتدى فيه الفرعون منحوتب الثاني سنة 2065 قبل الميلاد، واللي برضو أعاد توحيد البلاد وفرض النظام. وهنمشي بسرعة ونروح لعصر الدولة الحديثة اللي تم فيه للملك أحمس الأول القضاء على الهكسوس وطردهم خارج حدود دولة مصر الشرقية. وبرضو في عصر الدولة الحديثة جه إخناتون اللي نادى بتوحيد الآلهة الفرعونية ورمز ليها بقرص الشمس، وتوت عنخ آمون اللي ساب لنا أعظم آثار ومقتنيات ذهبية. بعد العصر الفرعوني هندخل على العصر اليوناني، لما نجح الإسكندر المقدوني في إنه هو يهزم الفرس ويدخل ويوصل فتوحاته لغاية مصر، وتسمى حكمهم وقتها حكم البطالمة، السلالة اللي انحدرت من بطليموس اللي كان قائد للإسكندر الأكبر. واستمر حكم البطالمة لغاية حكم كليوباترا السبعة اللي كانت آخر ملوك مصر، وانتهى من وقتها استقلال مصر وانضمت للأسف للإمبراطورية الرومانية. في عصر الإمبراطورية الرومانية اللي ابتدى سنة 30 قبل الميلاد أصبحت مصر ولاية من ولايات روما، بس كانت من أهم الولايات لأنها كانت مهمة اقتصاديا، قالوا عليها سلة الغذاء والغلال للدولة الرومانية. وأصبحت اسكندرية في الوقت ده تاني أهم مدن الإمبراطورية الرومانية. في عهد العصر الروماني لما دخلت وانتشرت المسيحية ابتدينا ندخل واحدة واحدة للعصر القبطي، لما دخل القديس مرقس لاسكندرية وأسس أول كنيسة في مصر وفي أفريقيا. صحيح المسيحيين عانوا من الاضطهاد بتاع الرومان، وخصوصا في فترة الإمبراطور دقلديانوس اللي اعتبر ان الأقباط هم أعداء ليه، لكن المسيحية قدرت انها تقف قدامه وصمدت ضد العذابات والاضطهاد اللي عمله لغاية ما وصل للعصر الإسلامي. العصر الإسلامي دخل مصر في عهد الخليفة العربي عمر بن الخطاب، وبقيادة عمرو بن العاص قدروا انهم يدخلوا مصر سنة 641. في فترة العهد الإسلامي مصر اتقدمت جدا في مجالات العمران والفنون والعمارة والنقوش الإسلامية، وطبعا اتبنت العديد من المساجد والقلاع والأسوار. يعتبر العصر الفاطمي في العهد الإسلامي أهم فترة لأن اتبنى فيها الجامع الأزهر،
وفي العصر الأيوبي بنوا قلعة صلاح الدين اللي تعتبر أشهر قلاع مدينة القاهرة. استمر العهد الإسلامي لغاية محمد علي اللي أسس مصر الحديثة وابتدى يعمل إصلاحات، وده ابتدى سنة 1889. ابتدت مصر نهضة حضارية كبيرة أخدت من روح العصر الحديث. ابتدى يبني جيش لمصر خاص بيها، وأنشأ مدرسة حربية، وعمل سفن في بولاق وترسانة بحرية في اسكندرية. ابتدى يركز مع الزراعة والري، عمل قناطر وسدود وترع ومصانع ومعامل. وابتدى يركز مع التعليم وفهم إنه هو أساس كل حاجة. وبعد كمان بعثات لأوروبا ونقل العلوم الحديثة اللي كانت انقطعت عن مصر ودخلها ليها. أولاد محمد علي حاولوا إنهم يسلكوا مسلكه في كل محاولات اللحاق بالحضارة. مصر في عهد الخديوي إسماعيل حصل فيها نهضة اتمثلت في الإصلاح الإداري والإصلاح الصناعي والزراعي، وبقى فيها ازدهار كبير. كمان في عهد إسماعيل تم إنشاء دار الأوبرا الخديوية ومد السكك الحديد، وافتتح قناة السويس للملاحة الدولية في احتفال كبير. واستمرت أسرة محمد علي لغاية ما قامت الثورة سنة 1952. حتى في عصر الثورة مصر استمرت على نفس القوة، وبرغم العدوان الثلاثي مصر فضلت مستمرة في نشاطاتها الصناعية والزراعية. ما قدرش العدوان الثلاثي انه يهدمها، وقدرت انها تتصدى للفرنسيين والانجليز، حتى اسرائيل اللي قدرت انها تاخد سيناء بالكامل. وسنة 73 قدروا انهم يطردوهم بره اراضينا ويكسبوهم في حرب اكتوبر. مصر اللي قدرت تقف قدام غزوات كتيرة من ايام العصر الفرعوني، واستمرت وقدرت انها تكمل لغاية وقتنا ده. حتى في عهد ثورة 2011 مصر كملت ما وقفتش. عشان كده احنا بنقول ان مصر اقدم حضارة في التاريخ. مصر مش مجرد كلمة ولا دولة تم انشائها في خلال سنوات قريبة، او قارة من قارات العالم القديم، او بلد من بلاد العالم القديم اللي تاريخها اندثر. مصر هي الوحيدة اللي ليها تاريخ وحاضر ومستقبل.